أهلا بيكم يا سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنشرح الدرس الثاني تاريخ الحملة الفرنسية على مصر من 1798 ل 1801. ورابط شرح الدرس الأول مصر بين المماليك والعثمانيين هسيبهولك في صندوق الوصف. يلا بينا نتعرف على درسنا النهاردة. درس النهاردة الحملة الفرنسية هو جزئين. الجزء الأول الحملة الفرنسية على مصر 1798 اللي هنشرحه النهاردة، والجزء الثاني اللي هنشرحه إن شاء الله الحملة الفرنسية على الشام 1799 ميلادي. الحملة الفرنسية على مصر إنه في البداية وجه القنصل الفرنسي تقارير تفيد إيه؟ إن هناك سوء أوضاع سياسية وداخلية في مصر. كان إيه؟ بيبعت تقاريره لحكومة الثورة الفرنسية وبيحسها ان ايه تبعت حملة من هناك علشان خاطر تستولي ايه على مصر. فارسلت فرنسا ايه حملتها سنة 1798 بقيادة نابليون بونابرت. عاوزين نبدأ مع بعض ونعرف اسباب الحملة. اسباب الحملة، اول سبب تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها بإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. دي واحد، انه اسباب الحملة الفرنسية على مصر اللي هي تعويض فرنسا عن فقدان مستعمرتها اللي هي في الهند بإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. 2، قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. يبقى أسباب الحملة الفرنسية تعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها بإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. 2، قطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. فأعد الحملة، أعد مين؟ نابليون بونابرت. يبقى بقيادة مين؟ نابليون بونابرت اللي أعد الحملة. أعد 3 حاجات. 1، إن أعد الجيش. 2، اصطحاب مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون. ممكن يجيب لي سؤال عليها بما تفسر، يقول لي مثلا اصطحاب مجموعة من العلماء في مختلف العلوم والفنون بما تفسر لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال خيرات مصر. و3، عملية إن جاب مطبعتين، إحضار مطبعتين إحداهما فرنسية تكتب لغة فرنسية والأخرى تكتب إيه؟ اللغة العربية، والأخرى عربي. عشان إيه؟ لطبع المنشورات للأهالي. خلي بالك معاي اللي عاوزين نعرفه واللي هو ممكن يجي أسئلة عنه، إن أعد الحملة نابليون بونابرت، أعد الجيش، واصطحب مجموعة من العلماء في مختلف الفنون والعلوم. ممكن يجيب لي سؤال عليه ويقول لي بما تفسر ليه؟ لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال خيراتها. 3، إنه قام بإحضار مطبعتين إحداهما فرنسية والأخرى عربية لطبع المنشورات. خط سير الحملة. الحملة أبحرت منين؟ ميناء طولون، وأبحرت سرا محدش يعرف عنها حاجة، عشان خاطر أول ما هتسمع إنجلترا هتطلع ورا الحملة تعلن الحرب عليه علشان خاطر ما توصلش مصر. يبقى أبحرت الحملة من ميناء طولون بفرنسا، ثم أصدر نابليون أوامره بأن تتجه إلى مصر، دخول الحملة إلى الإسكندرية. أول ما جات طبعا من ناحية البحر
ميناء الإسكندرية. طبعا قبل ما تنزل الحملة الفرنسية الميناء، وزع نابليون منشورا قبل وصول الحملة إلى الشواطئ المصرية يقول فيه: إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد المماليك الظالمين، وأن جميع الناس متساويين عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلم فقط. دي المنشور اللي وزعه نابليون قبل ما توصل الحملة إلى الشواطئ المصرية. أو وصلت الحملة إلى مدينة الإسكندرية قبل إيه؟ أول ما سمعت طبعا إيه قوات المماليك كانت في القاهرة، جات الحملة نزلت الإسكندرية قبل وصول إيه قوات المماليك، قبل وصول قوات المماليك من القاهرة. فواجهها مين؟ ما فيش غير الأهالي. أهالي طبعا هم اللي واجهوا الحملة، يعني إيه قاوموها ووقفوا قصادها، اللي هم أهالي الإسكندرية. بزعامة مين كان حاكمها؟ بزعامة السيد محمد كريم. دي النقطة الأولى. الثاني، استطاعت قوات الحملة الاستيلاء على الإسكندرية. بعد كده اعتقال حاكم الإسكندرية اللي هو إيه السيد محمد كريم، وإعدامه إيه رميا بالرصاص. وكان في كام؟ في سبتمبر 1798. خلي بالك من التواريخ، لأن ممكن التواريخ تيجي في الامتحان. إن وصلت الحملة الفرنسية مدينة الإسكندرية قبل إيه ما توصل قوات المماليك من القاهرة، فواجهها إيه الأهالي وقاومها، اللي هم أهالي الإسكندرية بزعامة السيد محمد كريم. اثنين، استطاعت قوات الحملة الفرنسية إنها تستولي على الإسكندرية، واعتقال حاكم الإسكندرية اللي هو السيد محمد كريم، وإعدامه رميا بالرصاص في 1798 ميلادي. شير للفيديو مع أصحابك علشان الكل يستفيد، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. يا ريت تشجعنا عشان نستمر ونعمل فيديوهات أكتر ونتعرف على تاريخ مصر أكتر وأكتر. زحف الحملة إلى إيه؟ إلى القاهرة. كده استولت على الإسكندرية، ووصلت القوات الفرنسية، وصلت زحفها إلى القاهرة، تمام. وفي طريقة التقت بقوات المماليك، ودارت بينهما إيه معركة شبرا خيت، وبعد كده معركة إمبابة. هنتعرف على معركة شبرا خيت ومعركة إمبابة. معركة شبرا خيت تاريخها كانت يوليو 1798، كانت في البحيرة، كانت بين مين؟ المماليك والفرنسيين. هزيمة المماليك وفرار المماليك جنوبا للدفاع عن القاهرة، فربطوا عند إمبابة. دارت معركة عند إمبابة، كان تاريخها نفس التاريخ 1798 ميلادية، بالقرب من القاهرة، بين المماليك والفرنسيين. والنتائج كانت هزيمة المماليك وفرار مراد بيك إلى الصعيد، وإبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. خد بالك وركز، ممكن يجيب لك المقارنة دي، أو ممكن يقول لك مثل تكلم عن معركة شبرا خيت، عن تاريخها، مكانها، أطرافها، نتائجها. وممكن يجيب لك اختياري فيها كانت سنة كام، ويجيب لك كذا يعني إيه تاريخ. وممكن يجيب لك مكانها، برضو يجيب لك 3-4 محافظات مختلفين. وممكن يجيب لك إيه كانت بين مين ومين ونقط. ونتائجها ممكن يقول لك اذكر نتائج معركة شبرا خيت أو معركة إمبابة. فخد بالك وركز. سؤال بيقول لي: هزيمة المماليك أمام قوات الحملة الفرنسية، هزيمة المماليك ما تفسر بسبب إيه؟ بسبب اعتماد المماليك على الفروسية بالحصان، الأسلحة القديمة، إنما قوات الفرنسية كانت بتستخدم المدافع. والمعدات الحديثة. بعد كده دخول الحملة الفرنسية القاهرة.
دخول الحملة الفرنسية القاهرة، استطاع نابليون دخول القاهرة. نيت الكلام دي في يوليو 1798 ميلادي. وأمن العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على إيه؟ على الأرواح والأموال. بعد أن أمن نابليون العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على الأرواح والأموال، وبعد دخول القاهرة بعت القوات إلى باقي أجزاء مصر، يعني بعت شوية في المحافظة دي وشوية في المحافظة دي وفي المكان ده عشان يحتل إيه مصر كلها. فطبعا في أثناء ما وزع القوات على أجزاء مصر وصل إيه الأسطول الإنجليزي لأبي قير، وهناك دارت معركة بين الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي في أبي قير، وهنتكلم عن معركة أبي قير البحرية. وخد بالك في معركة أبي قير البحرية وفي معركة أبي قير البرية، خلي بالك في معركتين. معركة أبي قير البحرية هنتكلم عنها دلوقتي، ومعركة أبي قير البرية هنتكلم عليها بعدين. معركة أبي قير البحرية تاريخها كانت كام؟ في أغسطس 1798. مكانها كانت خليج أبي قير. كان أطرافها مين؟ الأسطول الإنجليزي طبعا إيه، والأسطول الفرنسي، أسطول الحملة الفرنسية. طبعا الأسطول الإنجليزي كان بقيادة مين؟ بقيادة نيلسون. يبقى معركة أبي قير البحرية تاريخها أغسطس 1798. خد بالك مكانها كان خليج أبي قير، أطرافها كان الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون، وأسطول الحملة الفرنسية طبعا في إيه؟ في خليج أبي قير. نتائجها خد بالك وركز اللي حصل: تحطيم وإغراق الأسطول الفرنسي، حصار الأسطول البريطاني اللي هو الأسطول الإنجليزي يعني لشواطئ مصر الشمالية. طيب مما أدى إلى إيه؟ القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، حرمان الحملة. طبعا إيه لما الأسطول بتاعهم في خليج أبي قير اتدمر، طبعا إيه انقطعت الإمدادات. يبقى حرمان الحملة من إمدادات فرنسا عشان إنجلترا واقفة، فرنسا له. بعد كده شعور الجنود الفرنسيين إنه محاصرين في مصر. طبعا الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل مصر، وتوقف حركة التجارة الخارجية لمصر. خد بالك وركز من معركة أبي قير البحرية لأنها مهمة وما فيش امتحان بيخلى منها. مرة تاني نتائجها إنه تحطيم وإغراق الأسطول الفرنسي اللي حطموا الأسطول الإنجليزي اللي هو الأسطول البريطاني، حصار الأسطول البريطاني لشواطئ مصر الشمالية. لما حاصر شواطئ مصر الشمالية الأسطول البريطاني أدى إلى إيه؟
أدى إلى القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، وحرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها، وشعور الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل مصر، وتوقف حركة التجارة الخارجية لمصر. نتكلم بعد كده عن مقاومة الشعب المصري للاحتلال. عاوزين تعرف مقاومة؟ ما المقصود بمقاومة؟ مقاومة انك بترفض، او ان الشعوب بترفض الاحتلال ومظاهره ودفعه واخراجه عن البلاد بمختلف الوسائل. يعني مختلف الوسائل، لما يكون محتل انت عاوز تطلع المحتل اللي ببلدك باي وسيله من الوسائل بحيث انه يرحل من بلدك. يبقى المقصود بمقاومه رفض الشعوب للاحتلال ومظاهره ودفعه، يعني اخراجه عن البلاد بمختلف الوسائل. مقاومه ابناء الصعيد، القوات الفرنسية كانت ضغط شديد على أهالي الصعيد علشان تخضع أهالي الصعيد للقوات الفرنسية. إخضاع القوات الفرنسية لأهالي الصعيد، لكن طبعا ما قدروش على أبناء الصعيد، لأن أبناء الصعيد كانوا اتبعوا أبناء الصعيد، اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة، يضرب ويجري، التي أنهكت وتعبت قوة الفرنسيين، نظرا عشان خاطر طول الوادي النيل طويل، هم في كل مكان. أدى إلى نمو الشعور الوطني ونمو الوعي القومي عند المصريين ضد الفرنسي، ونتج تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي. هنتكلم عن ثورة القاهرة الأولى، هنتكلم عن تاريخها، مركزها، أسبابها، أحداثها، نتائج. خد بالك وركز، لأن ثورة القاهرة الأولى دي مهمة وبتيجي أسئلة كتير في الامتحانات. تاريخ ثورة القاهرة الأولى دي كان أكتوبر 1798 ميلادي. مركزها كان فين؟ الأزهر الشريف، اللي هو مقر لقيادة الثورة ضد قوات الاحتلال. أسباب ثورة القاهرة الأولى إنه نابليون فرض الضرائب الفادحة على المصريين. يعني نابليون فرض ضرائب كبيرة على المصريين. ليه؟ علشان خاطر الامدادات بتاعته اتقطعت في فرنسا. طبعا لما الاسطول اتدمر في معركة ابي قير، فطبعا مفيش تمويل او امداد من فرنسا ليه. عاوز فلوس. هو فرض ضرائب فادحة. فلما فرض الضرائب بسبب تحطم الاسطول الفرنسي وقطع امدادات فرنسا له. بعد كده قيام جنود الحملة واحد، تفتيش البيوت بحثا عن الأموال. وهدم أبواب الحارات، هدم أبواب الحارات لمطاردة عناصر المقاومة. وهدم يبقى دي 2. وهدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة. أحداث اللي حصل، صار الأهالي ضد الفرنسيين، واشتد المقاومة، وامتدت الثورة إلى الأقاليم المجاورة، وقتل حاكم القاهرة فرنسي ديبوي. بعد كده استخدم الفرنسيين سياسة القمع والإرهاب لإخماد الثورة. ودخل الفرنسيون الجامع الأزهر بخيولهم، مما أثار الشعور الديني لدى المصريين. أما النتائج، إعدام الكثير من الأهالي والثوار، فرض غرامات مالية على التجار والعلماء، وشروع القوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة. مع بعض تاني، ثورة القاهرة الأولى تاريخها كان أكتوبر
1798. مركزها كان الأزهر الشريف اللي هي مقر قيادة الثورة ضد الاحتلال الفرنسي. أسبابها إنه نابليون فرض الضرائب فادحة على المصريين بسبب إنه الأسطول بتاعه تحطم وقطعت الإمدادات الفرنسية عنه. وقام جنود الحملة بعد فرض الضرائب بتفتيش البيوت بحثا عن الأموال وهدم أبواب الحارات لمطاردة عناصر المقاومة وهدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة. كان أحداث ثورة القاهرة الأولى إنه صار الأهالي ضد الفرنسيين واشتدت المقاومة وامتدت الثورة إلى الأقاليم المجاورة. وقتل حاكم القاهرة الفرنسي ديبوي. واستخدم الفرنسيين سياسة القمع والإرهاب وإخماد عشان خاطر القمع والإرهاب لإخماد الثورة. الفرنسيون الجامع الأزهر بيخولهم مما أثار الشعور الديني لدى المصريين وكرههم للفرنسيين. كان نتائجها إنه قامت الحملة الفرنسية بإعدام الكثير من الأهالي والثوار وفرض غرامات مالية على العلماء والتجار وشروع القوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة. بكده خلصنا الجزء الأول الحملة الفرنسية على مصر. إن شاء الله قريبا الجزء الثاني الحملة الفرنسية على تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لو عندك أي سؤال ابعته على الكومنتات وأنا هرد عليه. إلى اللقاء.